O Barcelone, Vesca Barça, Vesca Barça, Vesca Barça، لا لا لا، فيسكا بارسا، فيسكا بارسا، فيسكا بارسا، لا لا لا. مبروك لجمهور برشلونة النهارده. الفيديو مش طويل، مدته 3 4 دقايق. اتمنى منك لو شفته ترزع اللايك المتين كده وتشيصني وتشير الفيديو. برشلونة بدأ الماتش بطريقة 4-4-2 على غير المعتاد، لعب بيها قدام اتلتيكو مدريد، ولكن الطريقه نفسها مش طريقه برشلونه. الناحيه الثانيه ريال مدريد معروف هيلعب 4-4-2 وهيبتدي يسيب الكوره ويلعب على المرتدات. تشافي في ال 4-4-2 دي ما حنيكش، بدأ باتنين باكين صراع عشان يوقف فالفيردي في اليمين ببالدي، ويوقف فينيسيوس باروخو. ما حطش كوندي، حط اروخو وده الصح، ولعب باربعه في نص ملعب منهم اتنين ارتكاز. ديونج ثابت وبوسكيتس بيضغط، وانا قبل الماتش حذرت منها الحته دي، ولكن بوسكيتس النهارده فاجئني وعمل ماتش على غير عادته الموسم ده. الراجل فعلا كان ضغط عالي هايل جدا جدا جدا، وكان بيقطع كل كوره كويس قوي، وهو اللي تسبب في الجون الاول لما ضحى لكامافينجا وراحت لبدري ده ليفاندوسكي اللي حطها خافي جول. الناحيه الثانيه برشلونه كان بمنظومه الضغط بتاعته بادئ صح، بيضغط بخمس لعيبه من قدام، اذا كان عثمان ديمبلي ولا ليفاندوسكي ولا بدري ولا خافي ولا بوسكيتس، وكان اروخو واخد تعليمات فينيسيوس ما يعديش حتى لو بفاول. وده تشافي نجح فيه جدا جدا جدا. تشافي النهارده بيثبت ان هو مدرب عنده حاجات من غير حنيكه. تشافي لو ما حنيكش فهو مدرب كويس قوي. لو حنيك فانتوا عارفين اللي بيحصل. حنيوك هو لما بيحنيك بيكبر، يعني بيعمل حاجات غريبه. الناحيه التانيه بقى عم كارلو، مفيش ضغط، مفيش انتشار. كريم بنزيما الفيرود بتاعك بينزل تحت قوي، ده بأمارة ايه؟ ان بنزيما ينزل لغايه 18 بتاعك ليه؟ ما تقوليش، ما انت عندك صانع العاب اللي هو مودريتش. النهارده نص ملعب برشلونه اكتسح نص ملعب ريال مدريد. ما شفناش مودريتش، ما شفناش كروس، ما شفناش كامافينجا اللي النهارده الولد مش بتاعته، هو مش حتته ان هو اللي يلعب اللعيب اللي يطلع من تحت، مش كامافينجا. فالراجل خلى توني كروس يطلع من تحت، برضه توني كروس مش اللعيب اللي يطلع من تحت، مش كاسيميرو. ريال مدريد افتقد النهارده لعيب زي كاسيميرو اللي هو ديستروير اللي يوقف الهجمات. حقيقي ريال مدريد النهارده اتفرم كرويا. برشلونه النهارده قضى على امال ريال مدريد باي حاجه. برشلونه النهارده كان قوي جدا، هايل برشلونه. مبروك لجمهور برشلونه، مبروك لتشافي هرنانديز اللي النهارده اثبت اللي هو لا عنده حاجات كتير، ولسه مدرب عنده تكتيكات حلوه جدا. حته ان ليفاندوسكي يلعب هو وديمبلي قدام دي كانت جميله جدا، وديمبلي كان بيلعب في ظهر مندي كويس قوي. والناحيه الثانيه اللي عجبني برضو خافي ان هو كان بيلعب في ظهر كارفاخال، وبالدي النهارده تعب كارفاخال وتعب فالفيردي اللي غير موجودين. برشلونه النهارده قتل ريال مدريد كرويا، داس على وش ريال مدريد زي ما بيقولوا، بالطول بالعرض. حتى الجول اللي جه في الاخر يعني ملوش لازمه ريال مدريد بوجهه نظري، وبرشلونه كان ممكن يكسب 3 و4 و5 و6 يعني، ولكن ديمبلي في الكره اللي ضيعها ورعونه اللعيبه في بعض الانهاء، والكره بتاعت ليفاندوسكي اللي شاطها من نص الملعب، لا برشلونه النهارده هايل هايل، ركب الجيم امتاز جدا بالسرعه في اللعب. الخطوط متقاربه جدا، 1 2 1 2 بنباصي هاديين جدا. جبنا الجول الاولاني بضغط كويس قوي، الجول الثاني من برضو كوره في ظهر كارفاخال تتلعب لخافي اللي بيحطها لفاندوسكي على طبق من ذهب. الفاندوسكي النهارده كان كويس جدا. وبدري المعلم، بدري معلم. اديني بقى نص دقيقه اتكلم عن فرانك ديونج. فرانك ديونج ما ينفعش يمشي من برشلونه، عايز وريث شرعي، وريث شرعي يلعب مكان بوسكيتس. فهو ديونج ديستروير، قادر يطلع بالكوره، بيلعب مع اللعيبه في خطوط الوسط جميل قوي، وبيعمل دروبنج، بيعمل دروب ما بين القلبين دفاع. لو ما شفنا اروخو اتقدم وما رجعش، بوسكيتس رجع عملها مره، وديونج رجع مره اللي هو نزل ما بين كوندي وكريستنسن، وكوندي خد اليمين وكريستنسن بال شمال على اساس ان الثلاثه يقفلوا لما بالدي بيتقدم او خافي بيتقدم. مبروك لجمهور برشلونه، هارد لك لجمهور ريال مدريد، ولكن نزل النهارده فرقتكم ما جاتش حرفيا. مليون مبروك مليون مبروك. لو وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. الف مليون مبروك لجمهور برشلونه، انا منهم. ورقصوني يابا هيصوني يابا، رقصوني هيصوني، الف مليون مبروك.